اهلا مع كل عائلة كنز العطور مع فيديو جديد. هنتكلم النهارده مع سؤال اتسألته كتير من العملاء بتوعنا واتبعت لي كتير. ايه يا احمد الفرق بين الاوريجينال والتركيب؟ بصوا يا جماعه، الفرق بين الاوريجينال والتركيب طبعا بخلاف العنصر الاساسي اللي كلنا عارفينه، اللي هو الفئه السعريه طبعا اللي هي تخطت دلوقتي، وبقينا بنتكلم في ازازه بيرفيوم 8000 وب 12000 وب 15000 ويزيد عن كده في بعض البراندات. ولكن خلينا ندخل للجانب العملي اللي هو اللي انا وانتوا هنستفيد منه. ايه هو يا احمد البرفيوم؟ طيب الفرق بين البرفيوم الاوريجينال والتركيب، مش هنتكلم النهارده على ثبات وفوحان، لان اغلب الشركات المصنعه اللي هي بقى التركيب ابتدت بالفعل ان هي توصل لثبات وفوحان مقارب للاوريجينال. ولكن احنا اللي يهمنا اهم شيء اللي هي النقطه الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها، شمخه البرفين. تحس ان شمخه برفين حاجه كده اتجاه اوريجينال. طيب هل دوت هنقدر نجيبه بالتركيب؟ بقينا نقدر نجيبه دلوقتي ونتوصل ليه، مش بنسبه كبيره ولكن بنسبه مرضيه. يا جماعه ندخل مع اول فرق بين اما نيجي نتكلم مثلا عن برفين اوريجينال وازازه مثلا هنركبها عاديه خالص. يا جماعه هي اهم حاجه هي فتره التعتيق. دي النقطه اللي يمكن كلنا ممكن بنتغافل عنها وبننساها. طب معنى كده احنا، طب انا لو ما عتقهوش مش هيبقى ثابت الفواح؟ زي ما قلنا في النقطه الاولانيه، ملهاش دعوه بالثبات وبالفواحان، لكن هي اهم حاجه هي شمخه البرفيوم، اللي هي النقطه الاولى اللي بنشمها دي. لما بندي فرصه لتجانس الزيت مع الكحول، بندي فرصه ان احنا نقدر نستمتع بكل نوتة في البرفيوم، بكل نوتة فيه، بكل مكون، بكل عنصر جواه نقدر ان احنا نستمتع بيه. بالفعل البرفين الاوريجينال بيبقى اغلب النوتيتات بتاعته طبيعية، يعني المكونات بتاعته كلها بنسبة 90% طبيعية، بخلاف التركيب هي بتبقى نوتيتات صناعية ولكن مقاربة للطبيعية. ومع ذلك الاوريجينال برضو اللي هو يعني هنتكلم مثلا على السوفاج، هو اعلى نسبة مبيعات برفين رجالي، هو واخد ترند، ولكن على الرغم من كده برفين مكوناته كلها صناعية، ما فيهوش مكون طبيعي. يعني برضو حتى الاوريجينال فيه مكونات طبيعيه وصناعيه موجوده فيه، ولكن زي ما انا ما قلت لكم، احنا اللي يهمنا ان انا الاقي اتجاه مظبوط. طب اتجاه مظبوط ده نوصل له ازاي يا احمد؟ لو نقدر ان احنا نركب ازازه برفيوم يكون عند حد ثقه، يكون بيجيب زيوت جودتها عاليه، ونديله فتره التعتيق بتاعته، وفي نفس الوقت نكون متاكدين ان احنا بنستخدم كحول امن وصحي. ما بنجيبش اللي هو انواع الكحول اللي هي المضره بدون بقى ذكر اسماء او كده، ولكن بمجرد ما عملناها بالكحول وبالزيت وبالنسبه المتعارف عليها على حسب خامه وجوده الزيت ونوع البرفين اللي هنعمله، ونديله تعتيق 15 يوم ماكسيمم شهر، هتستمتع بازازه برفيوم بجد بنسبه 90% اتجاه اوريجينال. فزي ما احنا ما قلنا، هي الفرق مش في الثبات ولا في الفوحان، احنا بنتكلم في شمخ البرفين. برفين نشمه نلاقي اتجاه حاجه بجد تشرف، حاجه بجد انت تحس براحه نفسيه معاها، تحس ان البرفين كل ماده في نوتة جديده. دايما بقول ازاي نعرف البرفين ده اوريجينال؟ تلاقي البرفين كل شويه ريحته بتغير، تحس ان هو في نوتة جديده، كل شويه نوتة بتظهر معانا. كنز العطور كل فيديو هيقدم لكم جديد، واستنونا مع فيديوهات جديده.